السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض طاجن مكرونة في الفرن بالخضار. حاجة كده في منتهى الجمال، طبق شهي جدا، موفر جدا، وطعمه حلو. مش هتحسي انك بتاكلي طاجن كده أرداحي بدون لحمة او فراخ. وزودت معاه الخضار، زودت البطاطس. يعني مكونات الطاجن كلها موجودة في كل بيت، مش هتشتري حاجة من بره. نبدأ بسم الله ونشوف الطريقة. معايا نص معلقة توم مفروم كده في معلقتين زيت على النار. احنا هنعمل طبعا الصلصة، ودي الحاجة الوحيدة اللي بنعملها على النار، وكل المكونات الباقية معايا نية. نص معلقة توم على النار كده في شوية زيت. اول ما لونهم يتغير هنحط كوبايتين عصير طماطم ومعلقة صغيرة من السكر، ونسيبها تغلي غلوتين. وبعدين هنضيف التوابل والبهارات بتاعتنا، اللي هي عبارة عن ملح وفلفل، طبعا نص معلقة من كل حاجة، ملح وفلفل وبهارات لحمة أو 7 بهارات، وكزبرة ناشفة وبابريكا وبصل بودر وجوز الطيب وقرفة. عايزه اقول لكم على خطوه مهمه قوي، القرفه مع جوز الطيب مع بهارات اللحمه بتعوض طعم اللحمه في الطاجن. جربي بجد وهتعرفي كلامي ده صح. وبنحط نص مكعب مرق دجاج، لو مش حباه ممكن تستغني عنه. واول ما الطماطم تتسبك معايا نص تسبيكه كده، هنزود لها كوبايتين ميه عاديه من الحنفيه، ونسيبها تغلي 3 دقايق. بالشكل ده هي جاهزة معايا. انا مش عايزاها تتسبك، انا عايزاها خفيفة كده. الخضار اللي معايا بقى للطاجن، معايا طماطم ومعايا بصل ومعايا فلفل اخضر ومعايا بطاطساية كده مقطعها شرايح متوسطة، مش سميكة قوي ومش رفيعة قوي. هنبدأ الطاجن، طبعا انا دهناه زيت. هنبدأ نرص الاول شرايح البصل زي ما انتوا شايفين، وبعدين هنرص شرايح الفلفل. وطبعا عندك فلفل الوان هيبقى عظمه جدا. انا ما لقيتش عندي غير فلفل رومي، وعايزه تحطي فلفل حامي تمام. شرايح الفلفل وبعدين شرايح الطماطم، واخر حاجه برصها شرايح البطاطس. البطاطس طبعا نيه، انا مقطعاها ونقعاها في ميه بملح. شرايح البطاطس بالشكل ده على قد الطاجن. هنزود المكرونه، مكرونه نيه من الكيس، مكرونه قلم. هنملى الطواجن بالشكل ده، مش للاخر طبعا عشان هي بتزيد شويه. وبعدين عندي الصلصه بتاعتي لازم تبقى سخنه جدا، يعني لسه طافيه عليها. هنزود المكرونه بالصلصه بحيث انها ما تغطيش المكرونه، يعني تبقى آه يعني مغطيه الطبقه اللي قبل الاخيره من المكرونه، ما تبقاش مغطيه السطح كله بالشكل ده. وزي ما قلت لكم لازم الصلصة تبقى سخنة قوي. دي خطوة مهمة جدا عشان المكرونة تستوي معاكي بشكل سليم وما تعجنش. والصلصة تكوني يعني مزودة الملح شوية. وبعدين هتزودي على كل طاجن ربع كوباية مية عادية من الحنفية، ودي خطوة مهمة قوي. وبعدين هنلف الطواجن بالفويل، او لو عندك ورق زبدة طبعا الاول وبعدين الفويل يبقى افضل. وهندخلهم الفرن على الرف اللي تحت لمدة من نص ساعة ل 45 دقيقة، تكوني مولعاه من قبليها طبعا. هنا الطواجن خدت معايا بالظبط في الفرن بتاعي 45 دقيقة، وخرجة بسم الله ما شاء الله. المكرونة مستوية جدا، يعني مفيش واحدة مكروناية نية او بتقرقش، لا مفيش الكلام ده. وهنا انا بوريكم بالشوكة قد ايه هي طرية. طبعا عايزين تشوفوا الخضار بقى اللي من تحت اخباره ايه. بالسكينة كده بطرف السكينة هنسلك الطواجن من الجناب عشان لما تيجي تقلبيه ما يبقاش فيه اي حاجة لازقة. ودي برضو خطوة مهمة. هنقلب مع بعض اول طاجن، هنسيبه طبعا يهدى دقيقتين كده عشان نعرف نتحكم فيه ونمسكه ونقلبه.
اول طاجن معايا اهو، بسم الله ما شاء الله. نازل الخضار كله مفهوش اي حاجة مثلا مهرية، مفيش حاجة مثلا متقطعة، لأ، زي ما انا رصيته بالظبط بنفس الرصة نازل. وطعم الخضار بجد في منتهى الجمال. هنقلب الطاجن التاني مع بعض. طبعا بخبط عليه كده عشان لو في اي حاجة لازقة في الجناب او من تحت تنزل. ده الطاجن التاني. عايزه اقول لكم الخضار طعمه والله في منتهى الجمال. ريحه الطاجن نفسه كانك بالظبط عاملاه باللحمه، يعني تحسيه شهي كده ودسم. والبطاطس اللي انا كنت قلقانه منها مثلا تتهري معايا او تتكسر، لا، البطاطس طالعه كل شريحه مستقله بنفسها كده، والفلفل زي ما انتم شايفين والطماطم. بجد لازم تجربوا الطريقه دي. الطاجن طعمه في منتهى الجمال وريحته قلب الدنيا. جربوا الطريقة دي، هتوفر معاكم جامد في ظل الظروف اللي احنا فيها وارتفاع الأسعار. أتمنى تكون الوصفة عجبتكم، ولو عجبتكم ما تنسوش الاشتراك في القناة واللايك.